100,000 دولار وعقوبات بالجملة سلطت على المنتخب الجزائري على خلفية الأحداث التي أعقبت مباراة ربع النهائي ضد نيجيريا. انتهى مشوار محاربي الصحراء في كأس الأمم الإفريقية 2025 بالخسارة أمام النسور الخضر بنتيجة هدفين دون مقابل، لكن المواجهة مع الاتحاد الإفريقي دخلت مرحلة جديدة ربما تمتد طويلا داخل أروقة الفيفا. العقوبات لم تقتصر على الجانب المادي بل شملت القرارات إيقاف الحارس لوكاس زيدان لمباراتين على أن يتم تنفيذ العقوبة خلال تصفيات كأس أفريقيا 2027. كما طالت العقوبات المدافع رفيق بالغالي الذي تقرر إيقافه عن اللعب لمدة 4 مباريات، منها مباراتان مع إيقاف التنفيذ، على أن تطبق العقوبة أيضا خلال تصفيات المؤهلة لكأس الأمم 2027. وبحسب اللجنة الانضباطية في الاتحاد الإفريقي فإن سبب هاتين العقوبتين يعود إلى سلوك زيدان وزميله بالغالي خلال المواجهة النهائية. ولمن لا يتذكر فقد انتهت مواجهة الجزائر ونيجيريا على وقع مشادات حادة بعدما خرجت الأمور عن السيطرة إثر احتجاج محاربي الصحراء على أداء الحكم السنغالي عيسى سي، وكذلك على دخولهم في شجار مع لاعبي الفريق المنافس بالتزامن مع أعمال شغب في المدرجات. إلى جانب عقوبات الإيقاف، هذه سلسلة الغرامات المالية التي فرضها الاتحاد الإفريقي على الخضر وفقا للبيان المتداول. أولا، غرامة مالية قدرها 5,000 دولار أمريكي بسبب سلوك غير لائق للمنتخب، إذ تلقى 5 لاعبين بطاقات صفراء خلال المباراة، و25,000 دولار أمريكي بسبب تصرفات غير لائقة لبعض اللاعبين والمسؤولين عقب نهاية المباراة. كما فرضت غرامات مالية على الاتحاد الجزائري بسبب تجاوزات الأنصار، من بينها 5,000 دولار أمريكي بسبب استعمال الألعاب النارية داخل المدرجات، ومثلها بسبب رشق المقذوفات باتجاه الملعب وعلى رجال الأمن، و10,000 دولار لعدم احترام التدابير الأمنية بعد محاولة بعض المناصرين اجتياز الحواجز. أما أثقل الغرامات فبلغت 50,000 دولار بسبب تصرفات وصفت بالمهينة تجاه الحكام، من بينها رفع أوراق نقدية ما اعتبره البعض إشارة للرشوة. وردا على هذه العقوبات والغرامات التي يصل مجموعها إلى 100,000 دولار، أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم الطعن فيها وفق القوانين المعمول بها. فما هي الإجراءات التي يمكن أن يتخذها الاتحاد الجزائري، وما أوجه الاعتراض الممكنة قانونا في ظل تجارب سابقة لم تثمر عن شيء، أبرزها شكواه لدى الفيفا عقب مباراة تصفيات كأس العالم أمام الكاميرون في العام 2022. يتقاطع موقف بوغرارة مع آراء كثير من الجزائريين الذين سخروا من العقوبات وعدوها متحيزة، فيما رأى آخرون أن ردود الفعل الجزائرية اتسمت بشيء من المبالغة. المعلق الجزائري حفيظ دراج يقول عقوبات فاضحة ضد الجزائر من دون كل المنتخبات اللاعبين، معاقبة الحارس لوكاس زيدان والمدافع رفيق بالغالي، وفي انتظار العقوبات المرتقبة ضد أفريقيا، فإن الاتحاد الإفريقي تغاضى عن معاقبة الشعب الجزائري على الشعب الجزائري بوطنه ودفاعه عن قيمته ودفاعه عن مبادئه وكرامته قيمه ومبادئه وكرامته. عجبتني العقوبات المسلطة على الاتحاد بسبب تصرفات الجماهير والتي وصفتها تصرفات الجماهير والتي وصفتها السمعة اللعبة في القارة، تسيء إلى سمعة اللعبة في القارة. يسخر طبعا أما سالي، يسخر طبعا أما سالي، مع كامل الاحترام الكاف ما كتعاقبش الشعوب، مع كامل الاحترام الكاف ما كتعاقبش الشعوب ولا المشاعر، كتعاقب تصرفات محددة وقوانين واضحة. سهل. الضحك الأصعب هو الاعتراف إنه أي جمهور جزائري أو غيره، لكن الأصعب هو الاعتراف إنه أي جمهور جزائري أو غيره تتحول لخطاب مظلومية ويتحاسب. الرياضة ما خصهاش تتحول لخطاب مظلومية هو الآخر. اسكندر عباس من قيمة المنتخب الوطني في شيء، يكفي أن المنتخب كسب احترام الجميع بلعبه النظيف والجميل، يكفي أن المنتخب كسب احترام الجميع بلعبه النظيف والجميل، أطول سلسلة دون هزيمة عربيا وإفريقيا، يقصد سلسلة المباريات التي خاضها الخضر بلا هزائم وإفريقيا 2018 المباريات التي خاضها الخضر بلا هزائم وفي 2019 حتى مطلع بكأس 22 وفي 2019 آخر منتخب عربي الصحراء بكأس الأمم الإفريقية، لذلك يكون آخر منتخب عربي يتوج بها.